القصه كلها انه مباراه في كره القدم. اعتقد تيشيرت نهضه بركان في سنوات سابقه ما كانش محطوط عليه شكل المغرب خريطه. شكل المغرب خريطه. ليه في التوقيت ده؟ او ليه في الفتره اللي فاتت؟ دي حاجه. هل الناس المسؤولين في الاتحاد الافريقي ما يعرفوش انه في بعض المنازعات السياسيه على اقليم او حته معينه عليها خلاف بتنفصل عن المغرب او اخر؟ احنا مالناش دعوه بالسياسه خالص، بس انا بتكلم ان في حاجه عليها مشكله، وبالتالي انت المفروض اتحاد دولي، اتحاد قاري، اتحاد اهلي، انت بتبعد نفسك عن القصه دي. انا هسال سؤال كمان. هو لو منتخب فلسطيني النهارده بيلعب في بطوله وحطوا على التيشيرت بتاعهم حدود دولتهم، هيعدوا بيه؟ ده سؤال مهم. هيعدوا بيه؟ هيوافقوا لهم؟ هيلعبوا اصلا؟ متهيألي الساده المسؤولين في الاتحاد الافريقي عايزين نجنب قوه وسطوه فوزي لقجع، وارجعوا كده ادرسوا الحكايه وشوفوا اللي حصل. انا على فكره لا مع ولا ضد، في الاول وفي الاخر في لوائح وقوانين بتحكم القصه، بس انا جبت لكم اللوائح والقوانين الخاصه بالاتحاد الدولي. بعد تماما وفصل تماما اي حاجه فيها تمييز سياسي، عرقي، ديني، عنصري، حتى نوع الجنس، الراجل والست، كل حاجه كل حاجه. قال لك ده مكانه مش الملعب. انا النهارده نازل بتيشيرت حط عليه خريطه بلدي اللي هي عليها خلاف، ايا كان نوع الخلاف ما بين مين ومين، ايا كان نوع الخلاف ما بين مين ومين. البعض ممكن يعتمد يقول لك ايه، طب ما هو نادي بركان لعب بالتيشيرت ده في دول اخرى، ما دول اخرى مالهاش علاقه بالموضوع، فمش هيعدي عليه، هو مش هيقف اصلا عنده. ما اللي هيقف عنده اللي يخصه، اللي هيقف عنده اللي يخصه. طب الحته دي حته سياسيه؟ اه طبعا سياسيه، في نزاع، اكيد في نزاع. هو الاتحاد الافريقي عدته ازاي؟ هو ده السؤال. هي عدته ازاي؟ طيب بما انه عدته وموافق واجاز التيشيرت، عشان كده طلع قرار في منتهى السرعه اللي في الدنيا 3-0 اعتباري. اعتقد دي حاجه من الحاجات اللي محتاجه دراسه. وللمره الالف هقول شابوه فوزي لقجع. الراجل ده بيعرف ياخد اللي هو حقه بالكامل واللي اقل من حقه حتتين.